السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجوائز الأفضل في أفريقيا، تسمية الكاف بيعلن عن القائمة المختصرة الأفضل في أفريقيا، والمنافسة شرسة جدا ما بين الوداد المغربي وبين النادي الأهلي المصري. الكاف خلاص بيحصر الجايزة ما بين ثلاث فرق: الأهلي، الوداد، صن داونز. ولكن يا جماعه كده يا جماعه كارقام وكل حاجه في منافسه شرسه ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد. النادي الاهلي اللي عمل السنه اللي فاتت انجازات كبيره في افريقيا، النادي الاهلي السنه اللي فاتت اللي توج ببطوله افريقيا، وقبلها الوداد. ففي يا جماعه منافسه شرسه ما بين الاهلي والوداد، ولكن يا جماعه انا شايف ان الاقرب ليها كارقام وكل حاجه النادي الاهلي. دي بامانه الاقرب دلوقتي كحسابات وارقام وكل حاجه. النادي الاهلي الكاف بيتوج مجهوده السنه اللي فاتت بعد الاداء الكبير اللي عمل الموسم اللي فات من مشوار افريقي. النادي الاهلي الكاف بيبروز انجازات النادي الاهلي بان هو خلاه في القائمه المختصره، القائمه النهائيه ما بين اقوى ثلاث انديه في افريقيا. الوداد برضه يا جماعه ليه فرص، برضه مش فريق قليل، فريق كبير برضه، ولكن يا جماعه انا شايف ان هي جايزه محسومه، بنسبه 100% للاهلي. لو حسبتها ارقام بطولات محسوبه، لكن بقى ممكن يخش حسابات تانية. ممكن مثلا يكون عشان اعلان عن فايز مثلا في المغرب يوم 11 سبتمبر، ممكن مثلا يحصل لعبه، ما اعرفش. انا بقول لك كارقام كبطولات النادي الاهلي هو اللي يكسب. مش كده وبس يا جماعه، دلوقتي الكاف بيعلن عن برضو القائمه المختصره لافضل حارس افريقي. القائمه المختصره يا جماعه بتضم محمد الشناوي، ياسين بونو، ونانا. محمد الشناوي اللي بيلعب في الاهلي بينافس ياسين بونو اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت في اشبيليه وكسب بطوله الدوري الاوروبي. اونانا اياكس، انتر، مانشستر. تخيل معايا الشناوي بينافس ناس كانت بتلعب في نهائيات اوروبيه. محمد الشناوي حاسس ان الاهلي المصري بينافس اونانا اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت في الانتر ووصل نهائي دوري ابطال، وبينافس ياسين بونو اللي السنه اللي فاتت كان في اشبيليه. انت بس ركز معايا يا جماعه، عشان الكلام ده يا جماعه الكاف ديت مش بتجامل، الجائزه دي يا جماعه مش بتجامل، الجائزه دي بتجيب انجازات الحارس قارنه بانجازات حراس في نفس المستوى. محمد الشناوي شايفين ان هو مستواه مع النادي الاهلي بينافس اونانا وياسين بونو. لا يا جماعه الكلام ده مش من فراغ، محمد الشناوي الموسم اللي فات كان عامل موسم اسطوري مع النادي الاهلي، 5 بطولات، حاضر في كل النهائيات ومؤثر، ومع المنتخب مؤثر مع المنتخب من 2017. بعد كده كاس العالم، بعد كاس العالم 2018، وشفنا اللي حصل في كاس العالم 2018 قدام الاوروجواي وقدام روسيا وقدام السعوديه. المنتخب برده، ومع المنتخب برده بيقدم اللي يقدر عليه في ظل المستوى المحيط بيه. ومع الاهلي السنه اللي فاتت 5 بطولات، حارس حاضر معاك في كل اللحظات المهمه وبيشيلك. فدي طبيعي، يعني طبيعي الجايزه دي. بس يا جماعه شايف ان الحاجه الكبيره في الجايزه دي، ويا جماعه الجايزه دي بتبقى على الموسم اللي فات. يعني الموسم اللي فات كانوا هم بيقارنوا الشناوي ياسين بونو في اشبيليه مع اونانا اللي في الانتر. لا لازم يا جماعه نشيد بيه ولازم ندعمه، عشان في الاول وفي الاخر يا جماعه محمد الشناوي بيلعب باسم مصر، دي اهم حاجه عندنا. اتمنى محمد الشناوي يعرف يكسب الجائزه في ظل المنافسه الشرسه، ولو ما كسبش انت كفايه ان انت وصلت للمستوى ده، برضه يا جماعه الكاف بيضم بيرسي تاو للقائمه المختصره كافضل لاعب في افريقيا. بيرسي تاو بينافس بيتر شارولاه مهاجم سان داونز، وفيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز ويان افريكانز السابق. هو دلوقتي ده فيستون مابيلي مترشح على اساس ايه؟ اداؤه في يان افريكانز مش في بيراميدز اكيد. وبرضه يا جماعه اهو وبيرسي تاو جناح النادي الاهلي بينافس برضه كافضل لعيب في افريقيا. فده يا جماعه لو بيدل على حاجه بيدل على انجاز النادي الاهلي. الجائزه دي بتبقى الافضل في كل حاجه، فهم شايفين ان الاهلي من افضل في افريقيا، وشايفين ان محمد الشناوي من افضل في افريقيا. مش من فراغ والله ان الاهلي ينافس كافضل فريق في افريقيا. مش من فراغ برضو الشناوي ينافس كافضل حارس افريقي، مش في افريقيا، افضل حارس افريقي. ومش من فراغ برضو بيرسي تاو بينافس كافضل لاعب افريقي. الكلام ده يا جماعه فيه شغل، الكلام ده فيه مجهود، الكلام ده فيه بطولات. الحاجات دي كلها اسهم بترفع من قيمه النادي اللعيب. فلازم يا جماعه لازم نديهم حقهم. والله يا جماعه كنت اتمنى ان احنا مثلا ننافس معاهم بزيزو مثلا، مش هقول لك باي حاجه عشان احنا السنه اللي فاتت ما عملناش انجازات. زيزو حتى كان نفسي ينافس كده، ضيف شرف حتى، اللي هو اي حد من عندنا. لكن يا جماعه في الاول وفي الاخر هم ما عندهمش عاطفه وانتماءات لامواليهم، هم ليهم ارقام انجازات. حققت ايه؟ انت حققت لي ايه في بطولات افريقيه؟ عملت لي ايه في الدوري؟ عملت لي ايه في الحاجات دي؟ مش بيختاروا لعيب جدعنه ولا بيجاملوا حد. الانجازات والبطولات هي اللي بتتحكم. اتمنى ان احنا نتعلم من اداره النادي الاهلي شويه عشان نحاول نوصل للمستوى بتاعهم، نحاول حتى نجانب في مستوى. مش عيب ان انت تتعلم من الناجح، العيب ان انت تفضل على فشلك. ده وجهه نظري. شوف هو مشي طريق ازاي وحاول تمشي زيه، لكن انت ما تبقاش شايف الطريق الصح او تمشي الطريق عكسه. يقول لك ايه يا لا انا هوصل، لا انا مش عارف ايه. طريق النجاح واضح. الاهلي ابرز مثال، وانا جايب لك مثال في مصر عشان ما تجيش اقول لك مثال بره تقول لي ايه يا عم ده بره ليهم مواضيع تانية حوارات تانية. لا جايب لك مثل في مصر، جايب لك مثل افريقي وفي مصر عشان بس ما يبقاش ليك حجه. فاتمنى
نحاول نتعلم من النادي الاهلي، نحاول نتعلم من الاداره، مش عيب والله يا جماعه نتعلم منهم حاجه صح. العيب ان انت تكابر في فشلك، ده رايي انا. فبس كده يا جماعه، ده كان كل اللي عندنا النهارده. فلو في اخدك قرار شخصي احد، يبقى تاني كده مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.